ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده بدايه سلسله حلقات ازاي تكون واثق من نفسك. هنقسمها لحلقات. اول حاجه هنتكلم فيها عشان تكون واثق من نفسك دايما الغي الافكار السلبيه. يعني ايه؟ يعني مش هقدر، مش هعرف، هسقط، مش هنجح، مش خلاص، دي افكار سلبيه. طيب ما هو في عوامل محيطه برضو. في ناس بتحبطك نفسيا، وفي ناس بتحبطك نفسيا بالرغم ان هي جواها عندها طاقة إيجابية بس مش عايزة تظهر لك ده. كونها مثلا بتخاف من الحسد، كونها إنها مش عايزاك تبقى الأفضل، فدايما بتصدر لك الطاقة السلبية. لا ده الدنيا وحشة، لا مش هتعرف، لا مش هننجح، لا 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 لا. عادة الناس اللي بالمنظر ده وانت بتستجيب ليهم بتلاقي حياتهم ماشية كويسة جدا وانت اللي اتأخرت. فدايما ابعد عن الصاحب السلبي تماما، اللي هو مش هيعرف، مش هيكمل، مش هننجح، مش هنعمل المشروع ده، مش دي خلاص. اول ما يقولك مش ما تدخلش معاه خالص في اي حوار. تمام. هنيجي على النقيض. لازم يكون عندنا افكار ايجابيه. ليه؟ ده هيزود ثقتنا النفسيه. بمعنى انا اقدر، انا انجح، انا هخس، انا هذاكر، انا هجيب امتياز، انا هجيب الاول. في اصلا معلومه فسيولوجيه بتقول مجرد ان عقلك استوعب او فكر ان انت تقدر تعمل ده فانت تقدر تعمله. لو انت ما تقدرش تعمل ده عقلك اصلا مش هيقولك اعمله، فما دام جه في تفكيرك يبقى انت قادر عليه. تمام. طيب، تالت حاجه، اعمل حاجه ايجابيه واستمر عليها كل يوم، كل شهر، كل اسبوع. المهم زي ما انت مخطط في حياتك. انا مثلا هقرا كتاب كل يوم 10 دقايق، خلاص يبقى كل يوم ما فوتش يوم. مهما كانت الظروف، مهما كان الوقت، مهما كان الضغط، انا لو عايزه اعمل حاجه هخلقها. تمام. تمام. طيب انا لما اقعد اسبوع مثلا اواظب على حاجه انا بعملها او حاجه جديده او حاجه بتعلمها، لو قعدت اسبوع تلقائي بتبقى عاده. ثانيا، بيبقى عندك هرمون السعاده عالي جدا انك انجزت في حاجه. معنى انك انجزت في حاجه وثبت عليها لوقت معين ده بيزود ثقتك للسما. تمام. ده نقطه مهمه جدا وجربوها وهتلاحظوها قوي في المذاكره. كل يوم لو انت ذاكرت شويه وبدات ان انت النهارده ثبت، بكره ثبت، بعده ثبت، ده انا بقالي اسبوع بذاكر، ده انا بقالي شهر بذاكر، ايه ده؟ ده انا كده قادره ان انا اعمل كل حاجه انا فكرت فيها. تمام. ده بدايه اي انجاز في الحياه. تمام. رابع حاجه، ما تقارنش نفسك بحد. ما تقارنش نفسك بحد خالص، لان كل واحد وله ظروفه، كل واحد وله حياته، كل واحد وله اولوياته. فمش شرط ان احنا كلنا نبقى زي بعض. لما انت تركز في هدفك وانجازك وحياتك ده هيخلي عندك ثقة بالنفس. لكن لو انت قعدت تقارن، طب ما هو حياتنا مش زي بعض، ده هيهز ثقتك بنفسك. تمام. ماشي. حاجة كمان، احتك كتير بالناس، اتعامل كتير بالناس، خد كورسات ازاي تقدر تتعامل مع الناس. الموضوع ده هيزود ثقتك في نفسك كتير. ليه؟ لانه هيحسن استقبالك للمشكله وهيحسن استقبالك للحياه عامه والتفكير. هتلاقي نفسك من موقف بسيط عارف ان انت تميز ايه الصح والغلط وتتصرف ازاي وتوصل لاحسن حل ازاي. فده هيزود نفس ثقتك بنفسك كويس جدا وهيحس ان انت مثقل من جواك. تمام. ادي لنفسك وقت للحزن. لو حصل حاجة ادي لنفسك، مثلا فقدت حاجة، زعلت على حاجة، حصل مشكلة ما نجحتش في مادة لا قدر الله، ادي وقتك لنفسك للحزن. وبعد كده خد الإيجابيات وابدأ من أول وجديد وما تزعلش. اتعلم حاجة. أنا شخصيا معروفة بيها إن أنا لما بحزن على حاجة ورقة وبقطعها، مش بقعد أحزن كتير، لا. خلاص انا خدت الحاجه دي كانت مكتوبه لي، بعتبرها فعلا ورقه في كراسه وبقطعها وببدا من جديد عشان تقدر تعيش حياتك مستريح وتبقى واثق من نفسك انك قادر تتخطى اي حاجه هتحصل لك. ده بيزود الثقه بالنفس برضو في السما. تمام. سادس حاجه والاخيره في الحلقه دي، اهتم بلبسك. طبعا كل واحد على حسب مستواه. في ناس بتلبس براندات بس اللبس مكرمش عليها، فانت كده ما اهتمتش بمظهرك. في ناس بتلبس لبس عادي خالص وبيبقى اللبس عليهم مهندم وشيك، فده معناه الاهتمام بالمظهر، مش ان انت تروح تلبس ب 2000 20,000 جنيه، لا.
تمام. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.